كيف ترضي الرب عز وجل؟ الله عز وجل غفور رحيم كريم، وهذه مذكورة كلها في أسماء الله الحسنى. عليك الله تعالى يغضب على الإنسان حينما لا يسأل، تسأله تعني تدعيه، حينما لا ترجوه، وحينما لا تذكره، وحينما لا تسبح بحمده، هكذا يغضب الله عز وجل، يغضب غضبا شديدا من عبده. ولهذا جئتكم بالحل لذلك. عليكم في كل صلاة عليكم أن تسبحوا وتدعوا واسألوا الله تعالى في الرخاء، لا يترككم الله تعالى عند الشدة. كل عبد صالح كان يسبح بحمد الله ويدعيه في الرخاء لا يتركه الرب عز وجل في الشدة. مثلا سيدنا نوح عليه السلام كان يدعي ويسبح، وكان يذكر كل أنواع الذكر قبل قوم، لكنه مع الآخرة دعاء متكون من 3 كلمات: إني مغلوب فانتصر. هذا دعاء فيه 3 كلمات استجاب الله تعالى. يونس عليه السلام كان من قبل يسبح بحمد الله تسبيحا، وتسبيح الأنبياء شيء عظيم. كان يسبح بحمده ويرجوه ويدعوه ويسأله. فحينما غرق يونس عليه السلام في بطن الحوت، كان يسبح سيدنا يونس عليه السلام، كان يقول: سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. كان يردد هذه وكان يسبح، فالله تعالى قد نجاه. لماذا؟ لولا أنه كان من المسبحين، إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذه تتطابق مع هذا الموضوع الذي أقوله لكم: ادع الله تعالى واسأله في الرخاء ولا يتركك في الشدة. كثير من الأنبياء كانوا يدعون في الرخاء، وكانوا يدعون في الرخاء تعني كما أنك قاعد في البيت في الرخاء، اسأل، سبح، اقرأ القرآن، اسأل الله تعالى، لا يتركك الله عز وجل في الشدة. وهناك نقطة أخرى: حينما الإنسان يرتكب معصية أو ما شابه ذلك، يرتكب معصية فيغضب منه الله عز وجل، وهناك شيء تستطيع أن ترضيه بسرعة كبيرة. اذهب إلى سجادتك، ولازم تكون عندك نية إخلاص وتوبة صادقة، وبها لازم أول شيء تذهب إلى هاتفك أو تذهب إلى أي شيء يذكرك بالمعصية، وتمسح 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 وتمسح، حتى أما بعد تذهب إلى سجادتك وتكون ذو نية حسنة، وتقول: اللهم يا ربي، صلي 2 ركعتين نافلة أو مع الصلاة الفريضة، وارفع يديك لله عز وجل واسجد ما بين يديه، وقل: اللهم يا رب العالمين، أنت الغفور الرحيم، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فاغفر لي وارض عني، اللهم يا ربي. فحينما تتوب إلى الله تعالى، صدقني يا أخي، صدقني يا أخي ويا أختي، أن غضب الله سيصير مباشرة رضا. إن رحمة الله تسبق غضبه. ولهذا أريد منكم يا إخوتي في الله أن تتوبوا، وأن تسألوا الله تعالى لكي لا تكونوا مع الذين شقوا في الدنيا وفي الآخرة. حينما يغضب الله عز وجل منك، تأكد بأنك أشقى، ستعيش شاقي مع العصاة والمنافقين. ولهذا أرجو إن شاء الله أن يكون هذا الفيديو أعجبكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.